حمدا لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. السؤال عن فضل سورة الكهف، وهل الأحاديث التي وردت أحاديث صحيحة؟ لأنني سمعت أن الأحاديث التي وردت في فضل سورة الكهف وقراءتها يوم الجمعة ضعيفة. فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ثابت في السنة المباركة، وورد أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقرأ سورة الكهف في كل جمعة، ونحن نعلم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان أحرص الناس على تطبيق سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحابة جميعا على هذا، إلا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشتهر عنه شدته في هذا الأمر والتزامه بتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في كل حركة كان يتحركها. وإن كان الأمر كذلك، علمنا أن عبد الله بن عمر لم يكن ليقرأ سورة الكهف من تلقاء نفسه، فلا بد أنه علم بذلك أو سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث عن فضل قراءة هذه السورة في يوم الجمعة. وقد أخرج الإمام الطبراني رحمه الله تعالى بالسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرج كذلك الإمام الحاكم، وأخرج البيهقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. إذن هذا هو الفضل، أن الله تعالى يعطي من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة نورا يضيء له ما بين الجمعة والتي بعدها. وروي بلفظ: ومن قرأ سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة، كانت له نورا يوم القيامة. ومن قرأ 10 آيات، ومن قرأ 10 آيات من آخر سورة الكهف، ومن قرأ آخر 10 آيات من سورة الكهف ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. يبقى احنا عندنا قراءة سورة الكهف، وعندنا كذلك قراءة 10 آيات من آخرها، من آخر سورة الكهف، كانت عصمة من فتنة الدجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ثم خرج الدجال لم يسلط عليه. وضمت أيضا كذلك الرواية فضلا لدعاء يعقب الوضوء، كما جاء: ومن توضأ ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا هو الدعاء بعد أن تتوضأ، بعد أن تتوضئي. وحافظي على هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما هو الفضل وما هو الجزاء؟ كتب
في رق ثم كتب في رق. رق يعني في كتاب، في صحيفة، في سجل، في بطاقة، كتب في رق ثم طبع بطابع يعني ختم عليه بختم أو بخط، كلاهما صواب. طبع بطابع لم يكسر إلى يوم القيامة، يعني يحفظ هذا الدعاء ويحفظ أجر الدعاء له ويظل محفوظا هكذا إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون. ومن هنا علمنا أن الروايات التي رويت في فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة متعددة، ومنها ما هو موقوف، ولكن الموقوف منها له حكم الرفع، ومنها ما هو كذلك مرفوع إلى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والروايات كلها يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. إذن علينا أن نحافظ قدر إمكاننا على قراءة سورة الكهف أو على قراءة آخر 10 آيات من سورة الكهف في يوم الجمعة حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. ونحن أحوج الناس إلى الأجر يوم القيامة، نحن أحوج الناس إلى حسنة في يوم القيامة تنشر لنا، يثقل الله تبارك وتعالى بها موازيننا، ولسنا في غنى أبدا لا عن فضل الله ولا عن الأجر والثواب. علينا أن نلتزم بذلك. من كان يحسن التلاوة والقراءة فليقرأ، ومن كان يقرأ يعني وهو متلعثم وهو لا يستطيع أن يقرأ قراءة جيدة يقرأ ويجتهد وله أجران كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمي الذي لا يقرأ والأمية التي لا تقرأ، يعني عليكم أن تحاولوا الاستماع إلى قراءة وآيات سورة الكهف في يوم الجمعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.